السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يعني صراحة بقالي يومين مش نزلت حاجة، كل يوم اصور مع ماما التجهيزات وكده، وساعة الافطار نحط بقى الاكل وبتاع، واخواتي ما شاء الله وعيالهم وازواجهم وكده، وانسى بقى ايه، اصور الاكل، يعني السفرة الشكل النهائي. فبقول هنزل ازاي؟ يعني اول يوم عملنا كباب، عملنا رجوج باللحمة، عملنا ملوخية، عملنا بط، عمل سنة عصفور. امبارح تاني يوم رمضان عملنا محشي وعملنا سمبوسة. النهاردة بقى الحاجة جت هنعمل حواوشي، راحت هي جابت اللحمة طازة، جابت 2 كيلو ما شاء الله، عشان معانا برضو اخواتي واولادهم وكده. فاحنا بنحب اللمة هنا صراحة في بيت بابا وماما، يعني ربنا يدي ماما الصحة ويرحم بابا يا رب. نحب نقعد هنا في اللمة مع ماما وكده. فدي خلطة الحواشي اهو، كيس بتشتريه من عند العطار او من السوبر ماركت، بتحطيه على اللحمة، دول 2 كيلو. وبتحطي فلفل اسود كتير بقى، دول 2 كيلو لحمة، فلازم تزودي فلفل اسود، وشوية كمون بسيطة، شوية سكر، شوية ملح، بس تخلي بالكي واحنا في الصين كده مش تحدقي اللحمة، لانها مش بتاخد ملح كتير يعني. يبقى فلفل اسود وشويه كمون وبهارات الحواشي، واللي هي خلطه الحواشي الجاهزه دي، وبهارات لحمه بتشتريها كده من العطار، بتقولوا ايه، بهارات لحمه، وسكر وملح، واللي حطيته دي زيت. ماشي، دي زيت. وهتحط هي دلوقتي سمنه بلدي برضو. تمام، اهو هتحط سمنه بلدي. ماشي، اهو زي ما انتوا شايفين كده، اهو حطت السمنه البلدي وايه، وهي دلوقتي هتجلب كله من بعض مع بعضه. يبقى فلفل اسود وبهارات لحمه وشويه كمون بسيطه وشويه سكر وملح، وخلطة الحواوشي الجاهزة، ودي شطة الحمرا، دي شطة. واني قطعت لها، نضفت لها البصل وقشرته كده وقطعته، والفلفل اهو عليه 5 6 قرون فلفل. وهي هتضربه في الميني برو زي ما انتوا شايفين كده، وبتنعم البصل خالص اهو. ودي شويه شطه الحمرا، دي شطه عشان احنا بنحب الحاجه تبقى سبايسي. دي ايديها، دي هي وقفه اللي تعمل صراحه، واحنا عندها هي بتدلعنا قوي، هي اللي بتقوم تعمل الاكل، يعني اول يوم وتاني يوم والنهارده المحشي والكباب، كل حاجه بنحب صراحه ناكلها من ايديها، لان هي نفسها في الاكل فظيع. ربنا يديها الصحه والعافيه، هي اكلها جميل جو ما شاء الله. وبتحط بالبركة كده، ولا تقول لك مجادير ولا بتاع ولا أي حاجة، بالبركة، كله بالبركة. فربنا يديها الصحة والعافية. هي والله بنبقى قاعدين وهي تقوم يعني تشتغل وتعمل كل حاجة. حتى العصير كل يوم نعمل. امبارح كنا عاملين مانجا وتمر هندي، النهارده عاملين سوبيا وبرتقال، عصير برتقال وبالجزر. واول امبارح بقى اول يوم رمضان كنا عاملين سوبيا وتمر هندي وعناب، كل حاجة. فأني بنسى والله أصور هنا، مش عارفة بنسى ليه. فزي ما انتوا شايفين اهو، هي بتوجد بقى ايه، تقلب الحاجات اللي حطيتها كلها مع بعض، سمر كده في اللحمه كده، تقلب كله مع بعض زي ما انتوا شايفين كده اهو. ماشي، هي بتفضل تقلب فيه صراحه، هي عليها شويه حواوشي غير اي حد في الدنيا دي كلها. ربنا يا رب يخلي امهاتكم كلهم يا رب، ويرحم اللي مامته توفت. وهنا انا هوريكم واحنا بنعمل الطحينه، نحط نص جرن من الفلفل وفصين توم وشويه طحينه اهو، الخام اللي احنا عادي بنشتريها من بره عاديه، مش هقولكم انا عاملاها هنا لا والله. يعني في حاجات انا مش برشح، يعني اللي بيطلع يقولك اعمل القطايف في البيت وبتاع، ما انت هتجيب نص كيلو ب10 جنيه ولا حاجه، مش مستاهله ان انا اعمل ولا كده. زي اللي بيعمل عيش في البيت برضو مش مستاهل. المهم دي طحينه اهي خام حطيناها، وتوم وفلفل، فصين توم بس، وحطينا عليها شويه خل وشويه كمون وشويه ملح، وطلعت كده، وشويه ميه. واهو دي اللحمه هي هتقعد تحشي دلوقتي. هي عندها بوتاجاز من اللي هو الكبير، الفرن الكبير دي بالانبوبه، حطاه في اوضه، بتقعد قدامه تسوي لنا فطير، تسوي لنا حواوشي، رز معمر، يعني كده. فاهو هي بتفتح العيش، احنا كنا بنفتح لها العيش، وهي بقى بتحط كده بالمعلقه، وبتحط في الصينيه سمنه على زيت، وتحط العيش كده، ودانها تفتح وتقلب ايه على الناحيه التانية، ما تلاقي ايه اللي اتحمر من تحت، بتروح قلبها على الناحيه التانية اهو. انا مش عايزه اقولكم كان عامل ازاي، كان جميل بصراحه اهو. وهي مش بتعلي النار جوه عشان يستوي واللحمه تستوي، مش يعني مش تشوط منها وخلاص. ودي بقايا السلطه، انا كنت عامله طبق سلطه، حله سلطه، بس دي اللي اتبقى ايه لي اني واكله في الاخر. وشويه الطحينه دول برضو اللي اتبقوا لي، وبس كده، وبالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.